جماعة لبراس أنشئت سنة 28 أيام الاحتلال البريطاني على مصر. والجماعة يعني فكرة، والفكرة ما بتموتش، بتفضل تسقي بعضيها كده، ما هواش دين، بس عشان نبقى كلنا فاهمين. طيب الناس اللي احنا كلنا شفنا جماعة لبراس قبل الثورة وشفناها بعد الثورة. يعني قبل الثورة كناش نعرف عنها حاجة، كانت مستخبية تحت الأرض. لما جت الثورة وركبوا الحكم وطلعوا وانتشروا والناس تعاطفت معاهم على انهم جماعة اسلامية، لان اغلب الناس ما كانتش تعرفهم، 90% من الناس ما كانتش تعرفهم. لما طلعوا طفحوا على وجه المية كده، شفناهم وعرفناهم، كانوا بيموتونا. كانوا عايزين يعملوا مصر قندهار. فدي فكرة، والفكرة ما بتموتش، ما هياش دين. اللي احنا عايزين نقوله ان كلنا شفناهم وعارفينهم، كل واحد في شرعه عارف مين بالجماعة لبراس، لانهم كانوا باينين. اذا كانوا دلوقتي مستخبيين ونايمين في الدورة ولابدين لك، لا، ده بس عشان هم بيسمعوا الكلام. القائد بتاعهم الله اعلم من هداية ماسوني ولا اسرائيلي ولا من جماعة الكفرة والمشركين، ما تعرفش مين يعني. المهم انهم معاك وشايفينهم. انا بس اللي مطلوب منك ما تسمعش، ما تدهمش ودانك، لو هم بيتكلموا دلوقتي كلام ناعم وحلو قوي يخش القلب. شوف وشوف وشوف وشوف. طبعا الجهلة كتير قوي بيسمعوا الكلام ده. بلاش الجهلة، يمكن تزعلوا الناس اللي هي مخها مش حاضر ويشوف الحياة على طبيعتها بيسمع كلامهم. تعالوا بقى، احنا في ايه دلوقتي، واللي محوطيننا عاملين ايه، وهم بيقولوا ايه وشغالين مع مين. انت لما تشغل دماغك تقول الناس دي شغاله مع مين، جماعه لبراس دي شغاله مع مين، معانا بيحبونا يعني مثلا؟ مش ممكن، لان اللي بيننا وبينهم بقى طار بالنسبه لهم. عايزين ياخدوه ويتشفوا فينا، فبيوري لك كل حاجه، بيديك السم في العسل. وطبعا ادينا شايفين اللي هم قاعدين بره وبيتكلموا براحتهم، عشان هناك محدش طايلهم يعني، ومعاهم حصانه وبتاع، وبيحاموا عنهم هناك احفاد الخنازير، القردة والخنازير بيحاموا عليهم، محامينهم يعني. فبالتالي لازم كلنا نفوق ونشوف اللي بيديهولنا ايه. يا ريت محدش يسمعهم، ويا ريت كلنا نبقى باصين وعارفينهم وشايفينهم كويس قوي، اللي كانوا حاطين اعلام وصور الزعيم بتاعهم المفدى مرسي. كلنا لازم نعرف الحكايه دي لو سمحتوا، عشان ما نتوضرش